النهارده بقى هنتكلم عن الكبير اللي مفيش بعده تاني. حاجه كده اكيد سمعت عنها ولو مره واحده في حياتك، سواء بتروح الجيم او لا، سواء راجل او ست، اكيد سمعتوا عنه وعن قد ايه هو مهم بالنسبه لك، واللي هو الاوميجا 3. فالنهارده هنتكلم عن الاوميجا 3 وهنعرف يعني ايه اصلا اوميجا 3 وهل في منها انواع. تاني حاجه ايه فوائد الاوميجا 3 في الجسم. تالت حاجه ايه هي المصادر اللي ممكن تاخد منها الاوميجا 3، سواء المصادر الطبيعيه او حتى المكملات الغذائيه. رابع حاجه ازاي تختار مكمل الاوميجا 3 الاحسن. خامس حاجة هل في أضرار من استخدام المكملات الغذائية اللي فيها الأوميجا 3 لفترة طويلة أو بكمية كبيرة. سادس وآخر حاجة إيه هي النسبة المظبوطة أو النسبة الصح اللي تاخد فيها الأوميجا 3 في اليوم. فيلا بينا نعرف ده كله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. الاوميجا 3 او الاحماض الدهنيه او ال ALA او ال DHA دي كلها مسميات او كلمات بتسمعها او ما تسمع الاوميجا 3 بتخش في بعضها. طب ايه هو الحوار؟ ايه ده كله؟ الاوميجا 3 عباره عن احماض دهنيه غير مشبعه، مش بيفرزها الجسم او بينتجها، ولكنه بيحتاجها بكميات معينه عشان في وظائف كثيره قائمه على الدهون الغير المشبعه دي، ولازم ياخدها من مصادر خارجيه سواء مصادر نباتيه او مصادر حيوانيه. الاوميجا 3 يندرج تحتها 3 انواع مهمين، اللي هو ال ALA وال DHA والABA. هم دول الانواع او الحاجات المهمه في الاوميجا 3. اول نوع فيهم اللي هو ال ALA موجود بشكل اساسي في البذور وبعض النباتات او بذور النباتات زي بذور الشيا او فول الصويا، ولكن النوع ده مش ذو اهميه او مش اهميته كبيره قوي في الجسم او قيمته ملهاش قيمه كبيره زي النوعين التانيين. النوعين التانيين اللي هم الدي اتش اي والاي بي اي دول النوعين المهمين واللي مصدرهم الرئيسي اللي هو مصدر حيواني، وبالاخص اللي هي الاسماك والمأكولات البحريه. واهم نوع فيهم اللي هو الدي اتش اي اللي هو يعتبر النوع الاهم بالنسبه لنا خالص، لانه بيدخل في وظائف كتير جوه الجسم وفي اجزاء كتير بتحتاجه زي المخ والعين واجزاء تانية كتير بتحتاجه جوه الجسم، فهو ده النوع المهم. في حاجه تانية ممكن تسمعها برضو مقترنه بالاوميجا 3 واللي هو الاوميجا 6، اهو ده برضو من نوع الاحماض الدهنيه غير المشبعه اللي بيحتاجها الجسم، ولكنه بيختلف عن الاوميجا 3 في شويه حاجات مش عايزين نخش فيها دلوقتي. بما اننا سمعنا خلاص الاوميجا 3 وعرفنا يعني ايه اوميجا 3 اصلا، تعال نعرف بيعمل ايه في الجسم، يعني ايه فوائده في الجسم. اول حاجه ان الاوميجا 3 ضروري لتطور الدماغ عند الاجنه في الامهات، وبالتالي هو مهم جدا للاطفال او بيبيهات او اللي هم الاجنه في بطن امهم، عشان ده بيرتبط في الطفل بحاجات معينه زي انه بيرفع من مستوى ذكاء الطفل، وكمان بيكون عنده مهارات اجتماعيه او مهارات تواصل اعلى، وكمان بيقلل من السكرات الدماغيه في الاطفال، وكمان بيقلل من المشاكل او اضطرابات النمو عند الاطفال. تاني حاجه من فوائد الاوميجا 3 وان هو بيقلل فرصه او خطر الاصابه بامراض القلب. ليه؟ ان الناس اللي بتاكل اسماك بشكل منتظم قلل عندهم فرصه الاصابه بامراض القلب. راحوا رابطينها بالاوميجا 3 اللي جوه السمك، بعد كده رجعوا ربطوا بين الاوميجا 3 وفوائد تانية جوه الجسم ليها علاقه بصحه القلب، زي انه بيقلل من الضغط المرتفع. تاني حاجه انه بيقلل من مستوى اللي هو الدهون الثلاثيه وكمان الكوليسترول الضار. ثالث حاجه انه بيرفع من مستوى الكوليسترول الجيد في الجسم اللي هو HDL. ثالث حاجه من فوائد او من اهميات الاوميجا 3 في الجسم اللي هو صحه العظام والمفاصل. الاوميجا 3 بيقوي من العظام لانه بيزود من كثافتها، لانه بيحسن اصلا امتصاص الكالسيوم في العظام او بيحسن ترسيب الكالسيوم في العظام، وبالتالي بيحافظ على العظام. ثانيا انه بيقلل من مشاكل او الام المفاصل، فدول هم اشهر مشكلتين مرتبطين بالعظام. رابع حاجه من فوائد الاوميجا 3 انه بيظبط افراز الزيوت في الجسم، وبالتالي بيحافظ على رطوبه الجلد، وكمان انه بيقلل من فرصة الاصابة او حدوث اللي هو حب الشباب، وكمان انه بيمنع جلدك يتدمر بسبب اشعة الشمس الضارة. خامس حاجة من فوائد الاوميجا 3 انه بيقلل من خطر او من فرصة الاصابة بمرض الزهايمر مع الناس الكبيرة، وكمان بيقلل من فرصة النسيان بشكل متكرر. سادس حاجة من اهمية الاوميجا 3 انه بيقلل من فرصة الاصابة بامراض السرطان اللي هو سرطان الثدي عند السيدات، وكمان اللي هو سرطان البروستاتا عند الرجال، وكمان من سرطان القولون. سابع حاجة من فوائد الاوميجا 3 واخر واحدة معنا ولكنها ليست الاخيرة، لان في فوائد كتير جدا وحاجات كتير جدا مرتبطه بالاوميجا 3، ان هو بيمنع الاكتئاب وبيقلل من التوتر وبيحسن من جوده النوم. تاني حاجه هنعرفها ايه هي المصادر اللي ممكن تاخد منها الاوميجا 3. في نوعين من المصادر، نوع حيواني ونوع نباتي. النوع الاول اللي هو الحيواني اول واشهر حاجه فيه اللي هو الاسماك زي السردين او السلمون او اي نوع من الاسماك تاني، وكمان المأكولات البحريه. الاسماك بتديك كميه كويسه من الاوميجا 3 اللي بيحتاجها جسمك في اليوم، كمان انه بيديك نسبه كويسه من البروتين، وبيديك نسبة كويسة من فيتامين د ونسبة كويسة من فيتامين ب 12. تاني حاجة من المصادر الحيوانية واللي هو البيض. البيض من أكتر ومن أهم المأكولات اللي ممكن تاكلها وتديك كمية كبيرة من المغذيات اللي بيحتاجها جسمك. كل بيضتين بيدوك 180 مللي جرام من الأوميجا 3 اللي بيحتاجها جسمك في اليوم. تالت حاجة برضو من المصادر الحيوانية واللي هو التونة. التونة مصدر سهل وبسيط إنك تاخد منه الأوميجا 3،
بالاضافه لكميه البروتين العاليه اللي فيه، وممكن تستخدمه سواء بتعمل الدايت او حتى بتروح الجيم. تاني نوع من المصادر دي اللي معانا واللي هو المصادر النباتيه، زي بعض البذور اللي هو زي بذور الشيا او حتى فول الصويا او اللب. الانواع دي بتديك الاي ال اي اللي هو نوع من الاوميجا 3 او حاجه من ضمن حياه الاوميجا 3، بس زي ما قلنا انه مش مهم قوي زي الانواع التانية اللي هي تاخدها من المصادر الحيوانيه وبالذات المأكولات البحريه والاسماك. المصدر اللي بعد كده واللي هو مصدر مش طبيعي واللي هو المكملات الغذائيه اللي في شكل كبسولات، اللي هي منتشره في كل الصيدليات تحت اسماء تجاريه كتير، واللي تلاقيها في اي صيدليه انت عايز تروح تشتري منيها الاوميجا 3. وده بيدخلنا للنقطه الجايه اللي هو ازاي اختار مكمل الاوميجا 3 الافضل. في البدايه كده الاوميجا 3 عباره عن دهون غير مشبعه. الدهون الغير مشبعه ان تعرضت للنار تكسرت وملهاش اي لازمه، وعشان كده ما تتبعش او ما تصدقش حد يقول لك ان في زيوت للاكل اللي هي ممكن تعمل بيها اكل فيها الاوميجا 3، ده غلط. تاني حاجه المكمل الغذائي اللي انت هتشتريه ما تفرحش عما تلاقي مكتوب عليه فيه مثلا 600 مللي جرام من زيت السمك، لازم تركز على المواد الفعاله اللي فيه اللي هم دي اتش اي والاي بي اي اللي هم المواد اللي بيحتاجها جسمك بشكل اخص، عشان هم اهم شيء في الاوميجا 3، فلازم تاخد بالك من الحته دي. فلازم يكون فيهم نسبه كويسه اللي تلبي احتياجك من الاوميجا 3. طب بالنسبه دلوقتي استخدمنا الاوميجا 3 واستخدمنا كمكملات غذائيه وفرحنا وشربنا الشربات واشترينا المكملات الغذائيه دي، خلاص الدنيا ظبطت معانا ومعانا فلوس نشتري المكملات. هل جاء في دماغك ان ممكن تحصل مشاكل مع زياده الاوميجا 3 اللي انت بتاخدهم؟ وده يدخلنا في النقطه اللي جايه اللي هو ايه اللي ممكن يحصل مع الاستخدام الزائد او الاستخدام الاوميجا 3 لفتره طويله من الزمن. اول حاجه من المشاكل اللي بتتعرض لها مع زياده الاوميجا 3 في جسمك او زياده دخولها جسمك عن طريق المكملات اللي هو النزيف، سواء نزيف اللثه او النزيف من الانف. دي من اهم واشهر الاعراض اللي بتيجي كاعراض جانبيه لزياده الاوميجا 3. تاني حاجه واللي هو الاسهال. الاسهال برضه عرض مميز جدا للاوميجا 3 عما تزيد، وده مع استخدامك الطويل للاوميجا 3. وما تستهونش بالاسهال لانه مش حاجه بسيطه، ممكن يسبب لك جفاف بسبب كميه الميه اللي بتخرج شديده معاه، وكمان ممكن يسبب لك مشاكل صحيه بسبب ان المواد الغذائيه خرجت بشكل سريع الجسم ما امتصهاش او ما استفادش بيها. ثالث حاجه ممكن يسببها زياده الاوميجا 3 في الجسم اللي هو الارق. في دراسه بتقول ان استخدام الاوميجا 3 بنسبه متوسطه في اليوم ده بيحسن من جوده نومك، لكن مع زياده استخدام الاوميجا 3 لفتره زمنيه كبيره او بكميات كبيره في اليوم ده بيدخلك في مشكله الارق. رابع حاجه من المشاكل دي واللي هو انخفاض ضغط الدم. في دراسه عملوها على 91 شخص لقوا ان استهلاكهم لاوميجا 3 بيقلل من ضغط الدم الانبساطي والانقباضي. ده لحد هنا كويس، ينفع مع الناس اللي عندها ضغط دم عالي، لكن ما بين قوسين الناس اللي عندها ضغط دم واطي او حتى انها بتاخد ادويه عشان تنزل من الضغط ده بيعتبر مشكله لانها هتنزل الضغط بزياده، فده بيدخلها في مشاكل بعدين. خامس حاجه بتدخلك فيها زياده الاوميجا 3 في الجسم واللي هو زياده فيتامين A. في بعض المكملات الغذائيه اللي انت بتاخدها للاوميجا 3 بيكون فيها فيتامين A، فلما بيزيد عن حده برضه الفيتامين ده بيعمل مشاكل، ده بيودينا لمشاكل تانية زي الام المفاصل وكمان الدوخه والترجيع، فدي كلها مشاكل من سبب فيتامين A. ومع زياده استخدام مكمل الاوميجا 3 اللي بيحتوي برضه على فيتامين A بنسبه عاليه، ده في النهايه ممكن يوديك للتليف الكبدي، بس ده مع الحالات الشديده قوي اللي بتستخدمه بكميات كبيره جدا جدا جدا. وعلى فكره الاعراض دي او المشاكل دي ما بتظهرش مع الناس العاديه اللي هم بتكتفي بالاكل او المصادر الطبيعيه، او حتى الناس اللي بتاخد مكملات غذائيه بس بشكل منظم او تحت استشاره الطبيب. وده يدخلنا على النقطه الجايه واللي هو النسبه الكويسه اللي المفروض اخد فيها الاوميجا 3، ياخدها بنسبه قد ايه في اليوم. النسبه الطبيعيه للناس العاديه بتبقى من 250 لحد 500 مللي جرام من الاوميجا 3، ولكن النسبه دي بتزيد لحد ما توصل لحد 2000 مللي جرام او ساعات لحد 3000 مللي جرام، ده مع الناس الرياضيه او حتى مع الناس اللي بتعاني من شويه مشاكل صحيه، بس برضه ده كله تحت اشراف مختصين عشان تاخد الحاجات دي في مأمن وما تسببش لنفسك مشاكل. بس ده كان فيديو النهارده، ما تنساش تشير الفيديو ده في كل مكان عشان الكل يستفاد منه، وبالذات للناس اللي بتستخدم المكملات الغذائيه عمال على بطال بدون اي استشاره. وما تنساش تنزل تحت تعمل لايك وسبسكرايب لاول مره تشوفني، لو شفتني قبل كده برضه تعمل لايك. اشوفكم في فيديو جديد، سلام.